حاسس ان انت بتحاول كتير قوي بس دايما مش بتوصل لنتيجة، تخيل ان ممكن يكون السبب مش ان انت ما بتعملش اللي عليك، لكن ان انت بتعمل حاجات كتير قوي في دايركشنز مختلفة. تعالوا اشرح لكم ازاي. في كتاب اسمه ذا باور اوف فوكس، برشحه لكم ان انتوا تقروه. بيتكلم عن ان انت لو ركزت على حاجه واحده بس لمده زمنيه معينه وما شتتش نفسك بين كذا حاجه، هتقدر توصل لنتائج انت نفسك ما كنتش متخيلها. يعني التشتت غالبا هو ده السبب الرئيسي في الزمن بتاعنا اللي بيخلينا ما بنقدرش نحقق حاجه. لو بصيتوا هتلاقوا ان احنا عندنا اختيارات كتيره جدا في كل حاجه، حتى واحنا بنسكرول كل فيديو بيتكلم عن موضوع غير التاني، كل بوست عن موضوع غير التاني، فاحنا حرفيا في عصر التشتت. فتعالوا نعمل تدريب ان احنا هنختار حاجه واحده او بالكتير 3 حاجات هنركز عليهم لمده 100 يوم. ما تفتكرش ان دي حاجه سهله، لان انت مثلا لو عندك 10 اهتمامات وانا قلت لك طلع منهم 3 بس ركز عليهم، دي مش هتكون حاجه سهله خالص. فاحنا هنجيب ورقه وقلم، هنكتب فيهم day 1 day 2 day 3 كده لحد ما نوصل لداي 100. كل يوم هنكتب جنبه مربع علشان لما نخلص اليوم ده نعمل عليه علامه صح بمنتهى البساطه. انا بالفعل بعمل التدريب ده بقالي فتره، واخترت 3 حاجات بس مركزه عليهم وحاسه ان فعلا الموضوع ده حلو قوي. اكتبوا لي انتوا في الكومنتس ايه الحاجه او الحاجتين او ال3 اللي انتوا هتركزوا عليهم لمده 100 يوم، وتعالوا تاني بعد 100 يوم فعلا واكتبوا لي في الكومنتس اذا كنتوا قدرتوا تركزوا على الحاجه دي فعلا وتحققوا فيها نتائج حلوه ولا لا.